هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. جبتلكم اخيرا سر من اسرار عيادات التجميل الخطيرة، سيرم فيتامين سي في البيت اللي هتعمليه ومش هيكلفك اي حاجة، وهيبقى افضل واحسن مليون مرة من اللي بتشتريه جاهز من بره، وطبعا هيبقى اوفر كتير. انا رحت الصيدليه واشتريت اللي هي الحبوب الفواره بتاعت فيتامين سي، حمض الاسكوربيك اللي اسمه الاسكوربيك اسيد. ده هتلاقيه 1 جرام. ده كلنا بناخده لما بيبقى عندنا دور برد او حاجه. فيتامين سي ده هو نفس التركيز الموجود في اي سيرم فيتامين سي. ورحت جبت الفيتامين اي او فيتامين ه اللي هي الكبسولات. جبت برضو اللي هي ال1000. ما لقيتيش هاتي 400 وهنحط 2. وجبت مية ورد عادية جدا من البيت عندنا، وياريت تكون مية الورد البيضة. وكمان جبت جل الصبار بتاع باي سوفت خطير. لو مش عارفة توصلي له جيبي اي جل صبار، بس اتأكدي من جودته ان يكون حاجة لطيفة ومش حاجة شعبي هتبوظ معانا الوصفة. لان جل الصبار معانا في الوصفة دي هيساعد انه يحفظ لنا الوصفة شوية، لان احنا عارفين ان ايه حاجة طبيعية بنضطر ان احنا نجددها كل فترة كل شوية. اول حاجة انا جبت معايا حاجة كده نظيفة هحط فيها المكونات اللي هي كوباية او اي حاجة، وياريت تكون نظيفة لان احنا مش حاطين اي مواد حافظة، فانا عايزة الوصفة على الاقل تقعد معايا اسبوع او اسبوعين وابقى اجددها. والازازة اللي هحط فيها لازم تكون غامقة عشان فيتامين سي بيتأكسد، فهحطها في ازازة غامقة وفي مكان بعيد عن الضوء. طبعا الازازة نظيفة، والكوباية او الحاجة اللي انا هعمل فيها تكون نظيفة جدا علشان اتأكد ان كل المكونات بتاعتي حلوة ولطيفة عشان هحطها على بشرتي. اول حاجة هعملها هحط مية الورد. مية الورد انا حطيت يعني بمعدل ربع كوباية صغيرة، لان انا مش عايزة اعمل كمية كبير عشان اقدر اجددها كل فترة. ومية الورد زي ما قلت لكم تبقى النوع الابيض مش الملون، افضل حاجة عشان اجيب مية ورد حلوة تبقى البيضة. وهدوب فيها في البداية حوالي 4 حبايات من فيتامين سي. هو فوار، يعني انت تحطيهم في مية الورد هتلاقيهم بيفور لوحدهم، مش محتاج ان انا ادوبه. مجرد ما تحطيهم في المية وتسيبيهم هما هيفوروا لوحدهم. وطبعا هتأكد ان كلهم دابوا كويس جدا. انا بصوا حطيت اول واحدة، مجرد ما بحطها بلاقيها دابت خالص 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 لوحدها، هي بتفور في اي سوائل. هحط حوالي 4 واتأكد ان كلهم دابوا كويس واتمزجوا كويس جدا بمية الورد علشان اعرف اضيف باقي المكونات.